استخدامنا للطحينة يعتبر استخدام يومي لا غنى عنه في بيتنا. نستخدمها في مأكولاتنا، سلطات، مع الفول، مع الحلاوة الطحينية بنستخدمها في حاجات كتير جدا. الطحينة الخام الأصلية عملناها ب3 مكونات بس. هتشوفوا معايا طالعة عاملة ازاي. يلا بينا نشوف مكونات. هحتاج هنا كوبايتين من السمسم، تقدري تزودي، ومعاهم نص كوباية من الفول السوداني المحمص، ومعايا زيت بس لازم الزيت يكون نضيف. بالنسبة للسمسم هطحنه هنعمه جدا في المطحنة علشان أسهل على الخلاط. علشان يتطحن معاكي كويس وناعم لازم تدفيه شوية على النار، وبعد كده تبدأي تطحني. كده تمام، هو ناعم جدا معايا اهو. هطحن باقي كمية دول. كوبايتين، حابة تزودي زودي. زي ما انتم شايفين كده انا بحرك الكبة الصغيرة دي علشان تطحن كله زي بعضه، يبقى كله ناعم. كده انا خلصت السمسم. هبدأ اطحن السوداني. السوداني لازم يكون محمص علشان يديكي طعم حلو في الطحينة. كده تمام، هو كده جاهز معايا. هضيفه على السمسم وهقلبهم في بعض. اجيب شفشق الخلاط، شفشق الخلاط العادي خالص، وهضيف شوية زيت. بالنسبة لكمية الزيت على حسب القوام اللي انت عايزاه في الطحينة. بنزل بالزيت وبعد كده بنزل بالسمسم والسوداني اللي طحنتهم. اهو ضفت كمية زيت قليلة جدا علشان مطلعش خفيفة معايا. اهم حاجة السمسم بتاعك يكون نوع نضيف، وكمان الزيت يكون نوع نضيف، هيديكي قوام حلو وطعم كمان جميل. هي كده تمام، خلصت معايا الطحين. شايفين قد ايه جميلة؟ ما ضفتش لا دقيق ولا ضفت اي حاجة. لسه كمان بعد ساعة بتتقل جدا، بتبقى حلوة جدا زي ما بنجيبها من بره. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوناش في اللايك والشير سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.